ام يوسف اخذك على الغرفه، سوي لك احلى مساج بالفوزلين. بقى يا قليلة الشرف ويا قليلة الاحترام ويا ام مقرون، بقى اشو واقع في طيب اذا كانك شقفة كرنيبي. محمد هلال يا جماعة الخير مسح الأرض بأم يوسف وشرشحها على التيك توك. راح نحكي لكم التفاصيل كاملة بهاي الحلقة. بدي منك شغلة بسيطة، لايك واشتراك في القناة. انزل اشترك في القناة يا زلمة، لا تعمل لي فيها. خلاص انزل اشترك، فعل زر الجرس ولايك للفيديو. يلا نبلش. الحوراني عنده جيش والكل العالم محبوب، كاسح كل البرامج على التيك توك وعلى اليوتيوب. أكيد كلياتكم بتعرفوا أم يوسف صانعة المحتوى الرائعة. انت بتتكلم جد؟ مشوها خلاص. أم يوسف يا جماعة الخير انتشرها مقطع فيديو وأبو يوسف عم يقولها كالتالي: من هين موجوعة يا يوسف؟ من هين موجوعه؟ ام يوسف اخذك على الغرفه، سوي لك احلى مساج بالفوزلين. يعني شيء فوق قدرتنا، ان احنا يعني حاجة ما ينفع لها الا تدخل الهي سريع. طبعا هون مين الغاز من الموضوع بعد ما سمع هاي القصة؟ محمد هلال هذا إنسان لا بيعجبه العجب والله صيام برجب، لا على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، ولا الصعيد الاجتماعي، ما عجبه شيء. زلمة ما بحب العوج. قرر هذا الإنسان إنه يستلم أم يوسف، ولا راح حرفيا ماسك أم يوسف باللايف. كيف شلون ما تسألني، أنا انصدمت صراحة. فكرت الفيديو في البداية تركيب، بس طلع الفيديو حقيقي. ومحمد هلال أول ما بلش بأم يوسف بلش فيها على الشكل التالي، بلش فيها طاخ طيخ فوق تحت، صراحة شرشحها. كلام أكيد كلياتكم رح تقولوا لي إنكم ضد هذا الكلام وأنتم مش مأيدينه بهذا الكلام. صح. خلينا نسمع جزء بسيط من شو حكى على السريع سريع. بقى يا قليلة الشرف ويا قليلة الاحترام ويا ام مقرون، بقى اشو واقع في طيب اذا كانك شقفة كرنيبي من 5 سنين مالك سالفة غير انت وابو يوسف بجنينة في نص بنطلونك يا قع. بقى يا كرنيبي يا قع. ليك يا عم بيسكر لك تمك، يعني بيقول لي خذ راحتك، اذا شلحتك البنطلون على المعالمين قدام الناس ما عنده مشكله، عم بيسكر لك تمك. ابو قرون يا قع، يا من نكست راس السوريين، ما خليتي راس مرفوع بين السوريين بلبنان وانت فاتحه جريكه يا ام جنينه، عم بيسكر لك تمك. ليك يا ابو قرون لما رحتوا على جنينه امسك لك راسك شو اسمه ما في الا عن ابوك. بعيدا عن يوسف وبعيدا عن الفيديو، رح اخبركم شغله. نحن سابقا في سوريا او في مدينتي انا حمص، واللي بده يزعل، بس هي الواقع يقال. تعرفوا انه في كل حاره في ناس سرسريه طنبرجيه، يعني فيهم اسوأ الصفات القذره، وحتى على مستوى التعليم في ذلك الوقت ما كانوا يتعلموا في المدارس العربي، وناس صعب جدا تفهم كيف عايشين. فجأة هاي الناس نامت صحيت لقت حالها في اوروبا. بعرف انه يوسف في لبنان، بس انا عم بعطيك فكره. فجأة هاي الناس نامت صحت لقت حالها على التيك توك. وهون يا جماعة الخير إذا كانوا سابقا عندهم ذرة حياة ويخافوا من المجتمع، الآن لا ظل حياة ولا ظل خوف من المجتمع، وفضحونا فضيحة وشوهوا صورتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتسول، بالنصب، بالسرقات، بالدعارة، بأشياء لم يقترفها شعب عربي آخر على مواقع التواصل الاجتماعي. واللي بيزعجك بعد كل المصايب اللي بيعملوها بتلاقيه مسوي كالتالي: لا يا رجل بحياة امك عم تحكي عن جد؟ واحلى شيء ماسكين لك كلمة انا حر. الحرية مش هيك، ولا انت حر هيك، هي اسمها نورنة. لحد هون تمام؟ واللي بيزعجك اكثر من هيك انه التيك توك يا جماعة الخير بيطلع هاي الفيديوهات الرائجة. هلا بدك تقول لي اكيد انت يعني شو يعني اذا طلعوا رائجين وينشهروا انت اكيد غيران منهم؟ لا يا صديقي، مش موضوع انه غيرانين منهم، الموضوع انه امك واختك وابنك وبنتك وعيلتك صارت تشوف هاي الفيديوهات على التيك توك، وصارت جزء من حياتها اليومية، وصارت تشوفها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك، وصارت في ناس تتأثر فيهم من الأطفال والنساء والأولاد. بحكيكم جد والله العظيم. فهذا ما يسمى التدمير بنية المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بشكل كيوت ولطيف. والأكثر من هيك إنه عندهم نسبة دعم كبيرة. وعلى سيرة نسبة دعم فتذكرتوني بموضوع، تعرفوا إنه أغلب اللي بندعموا على التيك توك يا جماعة الخير هم جماعة تبييض أموال. راح أقول لك كيف. بيكون عندهم أموال غير شرعية، بروحوا لعند واحد مشهور بيدعموه، هذاك بيطلع له نسبة وهذاك بيسحب المصاري، وهيك بتكون تمت عملية غسيل الأموال بخير وسلامة. مرة يا جماعة الخير جاني واحد قال لي أنا بدعم، أنا بتسوي، أنا بعمل، أنا يا خيو، أنا شو مدري، أنا عندي معامل، أنا عندي مصانع، أنا مليارات، أنا بدي أستثمر ب200,000، أنا أقل استثمار مفوته ب500,000. قلنا له خير إن شاء الله معناتها خلينا نشوفك اليوم على اللايف. بركي هيك قلت بنزل له أسدين أو 3-4 أسدات، يعني بنقول واحد محرزة ياخذ ويعطي ويصدق اللي عم بصير. وهذا وجه الضيف من سنة يمكن لليوم والله. بس خلونا نحكي هلا بالنقطة المهمة
والمؤثرة. ركز معي كتير، فتح مخك. بثورة التكنولوجيا اللي هي كانت المفروض انه تقرب الناس من بعضها البعض، لكنها عملت تماما على ابعاد الناس وتشتيت الناس مع بعضهم البعض. وليس الخطأ كان من الناس، لكن الخطأ كان مننا ومن طريقة استخدامنا للمواقع وعدم التزامنا بالضوابط وعدم وجود اشخاص يوعوا. الناس سابقا كانت تتصف بالاحترام، كانت تتصف بالعقل الراجح، وكانت تتصف بالسترة، وإذا كانوا يشوفوا شيء مخطئ أو شيء مش مزبوط فكانت الناس تنتقده بعين جريئة وتحاربه وتقمعه لحتى تضلها محافظة على سلوكيات المجتمع. لكن اليوم صار كل شيء مباح تحت اسم الحرية الشخصية، حريات وانتم بدكم حرية. وصارت يا جماعة الخير الابتعاد عن الدين والإلحاد موضة، وبدال ما يكون اسمه ملحد صار اسمه منور ومفكر، وصار له أتباع وداعمين. وصار الديوث اللي بيطلع على مواقع التواصل وبيعرض مرته صار اسمه محتوى عائلي. وصارت الرقاصة واللي بتشتغل بالدعارة بواقعها صار اسمها فنانة. وصار التسول على المواقع التواصل الاجتماعي اسمه دعم إنساني. فتخيل إلى مدى قمة الهاوية اللي احنا واصلين لها. أنا بيأسفني إنه أقول هذا الحكي لأني لست من الراغبين بأن تكون صورتنا أمام المجتمعات بهذا الشكل. أنا من المحبين أن تكون صورتنا أمام المجتمعات بشكل لا. وأنا على دراية كاملة إنه في عنا أشخاص بالرفع فيهم الراس، شباب طيبين وبضايات وبينحبوا، وصبايا مستورات وعفيفات ومتعلمات، وشيوخ وعلماء دين، ومراهقين ملتزمين ومحبين، لكن ما عم يظهروا على الساحة، ما عم بيبينوا على الساحة، لأنه في ناس ما بدها إياهم يبينوا على الساحة. في ناس هدفها إنه هاي الأشخاص هي اللي تبين على الساحة. تعرفوا ليش؟ لأنه أهم شغلة إذا بدك تفكك مجتمع أو تفكك دولة لازم تبلش بأخلاقهم. فإذا ظلمت الشعوب وساءت أخلاقها، إذا بلشت بأخلاق المجتمع وفككت المجتمع فأنت فككت الأمة كاملة وفككت الدولة كاملة مهما بلغت قوتها العسكرية والاقتصادية. فكك مجتمعها بس، فرق بين الأسرة، قلل من هيبة العلماء والمشايخ، وهجر العقول الراجحة، واقضي على الأطباء، واقضي على المهندسين، واقضي على أصحاب العلم والخبرات، واعطيهم فرص ومحفزات، وانبذ النابع القومي اللي بداخلهم وخليهم عبارة عن أصنام فقط تتحكم فيهم مثل الشطرنج. تاخذهم يمين بيروحوا يمين، تاخذهم يسار بيروحوا يسار، ومع الزمن بتغير فكرهم وبيجي أجيال جديدة برمجوها. أنا ماني زعلان غير على الجيل اللي رح يطلع جديد، الجيل اللي رح يجي مبرمج، لأنه أهله وكباريته اللي أخذوه على أوروبا، ونحن عم نحكي عن النسبة اللي حكيت عنها في البداية اللي هن كانوا في سوريا أخلاقهم سيئة وسمعتهم باطلة وكانت أفعالهم مشؤومة. خلفوا هالولاد وعاشوا وقعدوا وقضوها على المواقع، وصار اسمه شيخ عشيرة أو صار يتغنى بعشيرته، هو حرفيا معروف من وين وأصله وتاريخه وفصله. لكن بنهاية الموضوع ما بنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا بقول لكم نحن مش مع محمد هلال إنه شتم، بس نحن مع غيرة محمد هلال لأنه شتم. وبتوقع بعد الفيديو هذا أنتوا عرفتوا ليش محمد هلال سب وشتم وعصب وغلط. ما بلومه لأنه الواقع اللي عم نعيشه هو واقع مرير. نهاية الحلقة حبايب القلب، إذا كانت هاي أول مرة عم بتشوفني لا تنسى أنك تضغط على زر اللايك وتتابعني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اشتراكك في القناة هو تحفيز معنوي لا أقل ولا أكثر. هاي القناة جديدة بدنا نوصلها إن شاء الله لل1000 مشترك كبداية، وهاي البداية إن شاء الله رح تكون بداية ثابتة وقوية. اشتراكك في القناة ما بنوبنا منه أي دعم مادي، هو دعم معنوي وتحفيزي. إذا حابب تشوف المزيد من المواضيع ادخل على صفحتي وشوف الفيديوهات السابقة. ضيفني على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام، موجودين في الديسكريبشن الروابط كلها. تحياتي للجميع. في أول تعليق في فيديو روحوا واحضروا. تحياتي.